بعد القبض على جوم يونغ، ذهبت يولي بسرعة إلى مكان يوجد به شخص مهم، وكان هذا الشخص هي السكرتيرة الملكية السابقة التي كانت تساعد تشوي في مكايدها. قامت تشوي بعمل مكيدة لها وتم طردها من القصر، وكانت تساعدها يولي للانتقام من تشوي، وكان هذا هو هدف يولي من الأول. كانت تريد كسب ثقة تشوي حتى تستطيع الانتقام منها. قالت لها يولي: لقد أنقذتيني وعائلتي من الموت جوعا، يجب علي أن أساعدك في أخذ انتقامك من تشوي وعائلتها. قالت لها السكرتيرة: يجب علي التخلص من تشوي وعائلتها، هي السبب في كل ما يحدث في القصر من مكائد، وسوف أتحدث مع الوزير أو ليساعدني في هذا. عندما ذهبت للقاء الوزير اندهش وقال: هل أنت من أرادت رؤيتي؟ جلست معه وطلبت منه يساعدها في التخلص من تشوي وعائلتها مقابل حصوله على مبلغ كبير منها، والحصول على أرباحه من أخو تشوي الذي يمنعها عنه. في نفس الوقت استطاعت جونجوما اكتشاف مرض الملك من خلال علاج المرضى المصابين بنفس داء الملك. وكان الطبيب يحاول اكتشاف المرض لكنه فشل. ذهبت تشوي لمقابلة الوزير أو، وقال لها أن الوضع صعب وسوف أحاول حل هذه المشكلة. لم تكن تعرف تشوي أنه تعاون مع السكرتيرة بارك لطرد تشوي وعائلتها من القصر، لأنه في نفس الوقت تم القبض على أخو تشوي. وعندما ذهبت تشوي إلى مكتبها تم القبض عليها أيضا، وكانت يونغرو خائفة جدا. منظر جميل. قال لهم القاضي: اعترفوا ماذا وضعت في طعام الملك، لكنهم قالوا: لم نضع شيء، هذه تهمة ملفقة. فقال القاضي: إذن لا تريدون الاعتراف بالحقيقة؟ يا حراس، عذبوهم حتى يعترفوا بكل شيء. وبدأ الحراس في تعذيبهم، وكانت يونغرو تراقب من بعيد وهي خائفة.
ذهبت إلى يون سانج لكي تطلب منها المساعدة وتطلب حمايتها. لكن يون سانج قالت لها: اخرجي من هنا، لا أريد رؤيتك، أنت السبب في موت الوصيفة هان ونفي جونج ما إلى خارج القصر. قالت لها: لقد كنت أنفذ أوامر تشوي، كنت أخاف منها. قالت يون: أنت تكرهي جونجما جدا. فردت عليها يونغ رو وقالت لها: لم يكن لدي دخل فيما حدث لجونجما. الآن هي من أخذت السجل الطبي للملك وأخذوها لكي يقتلوها في الغابة. فقالت يون سانج: جونجما قتلت، وبدأت تتعب وتبكي عليها. فدخلت الوصيفة مين بسرعة إلى الداخل وقالت ليونغ رو: ماذا فعلت لها؟ اخرجي حالا. عندما أخبرت جونجما مين جانج أنها اكتشفت مرض الملك، قال لها: إذن سوف يتم إخراج تشوي وعائلتها من السجن، فطلبت منه رؤيتهم. اندهشت تشوي وجوم يونغ عندما دخلت عليهم جونجما، وقالت تشوي: كيف أنت حية؟ لم تموتي. وكان مين جانج ينتظرها في الخارج. قالت لهم: كنت أعرف أن هذا سوف يحدث، لقد كنت في نفس المكان مع معلمتي هان، ألا تتذكرين كيف حدث هذا تشوي؟ قالت تشوي: هل جئت لكي تشمتي فينا؟ قالت: بل جئت لأعطي لك فرصة للخروج من هنا. أطلب منك أن تندمي على كل ما فعلتيه مع الوصيفة هان لكي تسامحك في قبرها.
فقالت تشوي: ألا تعرفين من أنا؟ كيف تقول لي هذا الكلام؟ وقالت جو يونغ: أتمنى الموت ولا أعتذر لك أبدا. وقالت تشوي: لن أركع لك أبدا. وجوم يونغ قالت لنفسها: أنا لا أدين بالاعتذار لأي شخص غير شخص واحد فقط، تقصد مين جانج. عندما خرجت جونجوما عرف مين جانج ماذا حدث بالداخل بدون أن تتكلم، وعرف أنهم رفضوا الاعتذار لها وللوصيفة هي. أخذها وذهب إلى جان دوك وقالت له: قولي أنك لم تكتشفي سبب المرض وسوف يقضوا حياتهم كلها في السجن. لكن جونجوما قالت: أريد أخذ انتقامي منهم ولكن ليس الآن. واستمر تعذيب تشوي وعائلتها، واستمرت جونجوما في التفكير: هل تقول أنها اكتشفت المرض وتخرج تشوي، أم تقول أنها فشلت وتستمر تشوي وعائلتها في السجن مدى الحياة؟ وجاء وقت المحاكمة، وكان الحراس يسكبوا الماء عليهم لأنهم فقدوا الوعي من كتر التعذيب. قال لهم القاضي: من حرضكم على فعل هذا؟ فقالت تشوي: نحن لم نفعل شيء أبدا. فقال القاضي: سوف نستمر في تعذيبكم حتى تعترفوا بالحقيقة. فجأة دخل عليهم مين جانج وجونجوما وقال للقاضي: فليطلق سراحهم حالا، لقد أمر الملك بهذا. قالت جونجوما: لم يكن الخطأ من الطعام بل من التشخيص الطبي للمرض. ونظرت إليها تشوي وفي داخلها تقول: لماذا أنقذتنا؟ قالت تشوي: هل هكذا سوف نخرج من السجن؟
فردت عليها جوم يونغ: نعم أكيد، لأن جونجوما اكتشفت أن الطعام ليس له دخل في مرض الملك، وأصبحت حياتنا في يد جونجوما. عندما علم الوزير أن جونجوما حية ولم تمت، وأن تشوي سوف تخرج من السجن، غضب جدا. في نفس الوقت كان الأطباء يحاولون الوصول إلى سبب مرض الملك، ولكن جونجوما اكتشفته. ذهبت الملكة بسرعة إلى جونجوما وأخبرتها: هل عرفت سبب مرض الملك؟ فردت عليها: نعم مولاتي، عرفت سبب المرض وكيفية علاجه. لكن جونجوما لم تكن تعرف اسم المرض، فقال رئيس الأطباء: المرض اسمه بهجت. قالت له الملكة: هل كنت تعرف المرض؟ فقال: لقد بحثت في الكتب القديمة واكتشفت المرض، ويجب علاجه بشرب منقوع السوس. لكن جونجوما قالت: لا يجب عليه أن يشرب منقوع زهرة الجوزاء. كان الأطباء مع جونجوما في وصفتها للعلاج، لكن رئيس الأطباء كان يصر على وصفته هو. ذهب الوزير أو مع باقي الوزراء وطلب من الملكة التراجع عن قرار علاج جونجوما للملك، وأنها سوف تتحمل المسؤولية إذا أصاب الملك أي مكروه. فوافقت الملكة على وصفة رئيس الأطباء، لكن جونجوما قالت لها: هذا خطر على حياة الملك. لكن علاج رئيس الأطباء كان خاطئ، وغضبت الملكة منه جدا. وقررت الملكة استخدام وصفة جونجوما لعلاج الملك، وقام بهذا رئيس الأطباء.
فبدأت صحة الملك في التحسن، وكان الفضل كله لجونجو، وخرجت تشوي وجوم يونج من السجن. وقال لهم السكرتير الملكي: الفضل كله لجونجو التي استطاعت اكتشاف المرض، ويجب عليكما أن تشكراها. ذهبت جونجما إلى يون سانج التي قالت لها: أنت بارعة في كل شيء، لقد اكتشفت علاج الملك. لكن أحد الحراس نادى على الممرضة جونجما، فخرجوا جميعا. وقال له وقال لهم الحارس وقال لهم الحارس: لدينا أوامر بالقبض على جونجما، لقد أصبح الملك أعمى. كانت الملكة تبكي على الملك الذي أصبح لا يرى أي شيء. وتم القبض على مين جانج أيضا. جاءت الملكة وقالت لها: لقد وثقت فيك، كيف فعلت هذا بالملك؟ قالت جونجما: لقد كنت أعرف أن هذا سوف يحدث، لأن من أعراض مرض الملك. وقال مين جانج: نعم، كنا نعرف، وهذا ما حدث للمرضى الذين تم علاجهم من مرض الملك. قالت جونجما: مولاتي، امنحيني الفرصة لفحص الملك بنفسي. فدهش الجميع، لأنه لا يمكن أن تعالج ممرضة ملك في هذا الوقت. وقال مين جانج: مولاتي، جونجما الوحيدة القادرة على علاج الملك. قالت جونجما لمين جانج: لقد دفعتك للهاوية معي. فقال لها: المهم أن أكون معك في أي مكان. جاءت الملكة وقالت لها: لقد اعتمدت عليك في علاج الملك، ووثقت بك. هل أستمر في الاعتماد عليك؟ فقال مين جانج: نعم مولاتي، يمكنك الاعتماد على جونجما، لأنها الوحيدة التي تستطيع علاج الملك.
في الصباح جاءت تشوي وقالت جونجوما سوف يفرج عنها وستذهب لعلاج الملك. أما مين جانج سيسجن حتى تنتهي جونجوما من علاج الملك. ذهبت جونجوما لفحص الملك وقياس نبضه. بدأت جونجوما في فحص كل شيء يتعلق بالملك من شراب وطعام وأدوية. حتى أنها ذهبت للمطبخ الملكي وقالت لها جوم يونغ ماذا تفعلي هنا؟ فلم تجيبها جونجوما. قالت لها الملكة هل وجدت الوصفة الطبية؟ فقالت نعم، لكن اسمحي لي بالخروج من القصر حتى أتأكد من وصفتي. فرفض الوزير طلبها وقال أنها سوف تهرب وأنها لم تجد العلاج. قالت جونجوما بل أريد التأكد من الوصفة التي سوف تعطى للملك حتى لا تضره. فوافقت الملكة وقالت لها سوف تخرجي لكن مع جنود القصر. في نفس الوقت طلبت تشوي من يولي أن تضم سم الفطر في الوصفة الطبية لرئيس الأطباء التي أعطاها للملك قبل دخولها السجن حتى يتم سجنه، لكن هي في الأصل كانت تريد أن تعرف مع من تتعاون يولي، فكانت تراقبها من بعيد حتى عرفت أنها تساعد السكرتيرة الملكية السابقة للقصر.
وقالت تشوي: إذا السكرتيرة الملكية بارك هي من تريد الانتقام منا. سوف ترى من هي تشوي. ذهبت جونجما لجان دوك وأخبرتها أن الملك مصاب بمرض بهجت، وقد عرفت الوصفة الطبية لعلاجه. وقالت للملكة عن الوصفة الطبية لعلاج الملك. وأثناء تلقي الملكة العلاج، كانت شونجما تكتب كل شيء يأكله الملك، فكانت تراقب جوم يونج وهي تقوم بصنع طعام الملك. بياض بيض على البخار. وده برقوق مخلل عليه عسل وسمسم. رز معجن عليه في صوص توم وشرايح من الجينسينج الأحمر. ذهبت جونجما بالطعام إلى الملك وطلبت منه أن يأكله لأنه يحتوي على الوصفة الطبية لعلاجه. وكان مين جانج في السجن ينتظر علاج الملك. كانت الملكة قلقة جدا على الملك، واستمرت جونجما في إعطائه الوصفة الطبية. تقيأ الملك الطعام واستمرت جونجما في إعطائه، لكن الملكة غضبت عليها جدا وقالت لها أن علاجك فاشل، وطلبت من الحراس أن يأخذوها للسجن.
وتم القبض على تشوي وجوم يونغ أيضا. عند دخول تشوي وجوم يونغ السجن وجدوا جونجما أيضا هناك. نظرت إليها تشوي وقالت: كنت أعتقد أنك ماهرة وسوف تجدي علاج للملك، لكنك تنتظرين الموت الآن. قالت لهم: إني أخاف الموت فعلا، لكني أخاف أن أموت قبل أن أثبت براءة أمي ومعلمتي هان. واستمر حبسهما حتى دخل عليهم الحارس وقال لجونجما: هيا سوف يتم محاكمتك الآن. فخافت تشوي وجوم يونغ لأن الدور عليهما بعد جونجما. عندما عند خروج جونجما وجدت مين جانج أيضا. قال لهم الوزير اعترفوا بجريمتكم، وأمر الحراس بتعذيبهم. لكن فجأة دخل عليهم السكرتير الملكي وقال للوزير: الملكة تطلب جونجما حالا. لماذا طلبت الملكة رؤية جونجما؟ هذا ما سوف نعرفه الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أحبكم في الله.